النهارده بقى هنعمل وصفة الدبابيس بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. هنا معايا دبابيس، معايا ست من الدبابيس. تغيير بقى قلنا ايه؟ على طول بنعمل فراخ واوراق وكده. الدبابيس دي بتبقى حلوة قوي، برضو بشويها برضو في الصينية. هنا معايا بصلاية كبيرة بشرتها على المبشرة او اضربيها في الكبة زي ما تحبي. وهنا بصل طماطمايه كبيرة مبشورة. وهنا هنزل بالتوابل زي ما انتم شايفين كده. هنا معايا ملح ومعايا فلفل اسود ومعايا بهارات فراخ وبصل بودر توم بودر وبابريكا. وبعد كده ايه هنزل بكل التوابل ديت على الفراخ وواحده من الماجي حسب ما انت تحبي، لو عايزه مش عايزه خلاص. ومعايا هنا عصره ليمونه، دي نفس تتبيله الفراخ المشويه. ولو عندك معلقه صلصه اللي هي الجاهزه، احطي معلقه بتديها تست حلوه قوي، او حبه دبس رمان. بس الاتنين دول كانوا خلصانين عندي، وحبه من الخل. وهبدأ ايه وحبة من الزيت، وهبدأ يعني اقلب ده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو. النهارده قلت بقى ايه اوريكم الدبابيس. يعني اوريكم بتتعمل، بعملها ازاي برضو في الصينية في الفرن، بتطلع طعمة وحلوة قوي. هقلب بقى ده كله كده مع بعضه. قبل اي حاجه ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واي فيديو انزله لايك كده حلو منكم ويرفع معانا ايه الفيديو. هنا معايا دبابيس كانت حجمها كبير ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ببدا اعمل فيها فتحات زي الفتحات اللي انا بعملها في الفراخ بالظبط، عشان التتبيله تدخل جوه الفراخ ويعني تبقى كلها شاربه من التتبيله. وهنا ايه انا هبدا بقى اتبل دبوس دبوس كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وراك دبابيس عامله زي هنا الدبابيس ما شاء الله كانت كبيره، تحس ان هي دبابيس رومي. كانت حجمها ما شاء الله كبير، وكانت حلوه جدا، وكانت طعمها حلو قوي. كنت عامله معاها رز بسمتي بالمكسرات. بس انا قلت اطلع لكم بوصفه الدبابيس بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو وازهقكم. هنا بقى ايه تبلتها كلها كده زي ما انتم شايفين. لو كان عندي بقى دبس رمان او صويا صوص كنت حطيت حبه مع معلقه صلصه، ببقى اعمل كده بتديها اللون بني كده جميل قوي. هنا تبلت التتبيله ديت، ولازم تسيبيها اقل حاجه ساعتين في التلاجة. هنا خلاص كنت طلعتها بعد ساعتين، سبتها شربت من التتبيلة. هدخلها في الفرن على درجة حرارة 200 على الرف قبل الأخير، يعني مش هحطها تحت خالص. وبعد كده ايه هشغل من تحت ومن فوق عادي. لو الفرن عندك من تحت بس شغلي، وبعد كده بشغل عليها الشوايه. هي هتنزل ميتها وكل حاجه وهتتشوي، وهتطلع معاكي طعمها تحفه جدا مع المخلل بقى. الفيديو المخلل اكيد انتوا شفتوه هناك اهو. فتحت عليه طعمه حلو جدا تحفه يا بنات، جربوه طعمه خطير. طلعت مع الفراخ بقى كان طعمه حلو جدا. هنا بقى خلاص كانت قعدت في الفرن ساعه الا. طلعتها بصوا بقى مشويه خطيره، طعمها كان حلو جدا. كده خلاص الفيديو بقى كان خلص معايا، والفراخ طلعتها من الفرن. وزي ما قلت لكم كنت عامله معاها رز بسمتي بالمكسرات، كانت حلوه جدا. وكنت عامله معاها توميه، ولو عايزه تشوفي طريقه التوميه ادخلي عندي على القناه. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.